أخ مهدي، يقول شيخنا القرآن الكريم يقول في تعامل الزوج مع زوجته: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هل يجوز للزوج أن يضرب زوجته؟ عزيزي، أولا الضرب جعله القرآن الكريم آخر الخيارات بعد وعظوهن واهجروهن بالمضاجع، ثم بعد ذلك اضربوهن، فهي آخر الخيارات. ثانيا أخي الكريم، يعني ايش تتصور الضرب؟ الضرب مثل ما يصنع البعض وكأنه يتعامل مع المرأة مثل المحقق يتعامل مع المجرم. لا أخي الكريم، الضرب يقول العلماء بالمسواك. يعني شنو المسواك؟ قصبة صغيرة، عود مال الشجر، طوله 15 أو 20 سنتيمتر، يعني قصيرة جدا، فد قصبة كلش قصيرة وخفيفة، والضرب هو ملامسة هذه القصبة بدل المرأة. يعني هذا هو الضرب. الضرب مو أنه يلزم العصا يكسرها عليها كما يفعل البعض اللي ما يخافون الله، لا لا أبدا، وإنما ملامسة، هذا إذا اضطر إليه. وإلا أنا شايف بعض العلماء يقول واضربوهن، مو هذا الضرب. الضرب اضرب عنه صفحا، يعني دير وجهك عنها. الأنبياء الأئمة ما كانوا يضربون أزواجهم يا أخي الكريم. هذا الضرب آخر الخيارات وبمستوى جدا بسيط يمثل عتاب للمرأة، وليس ضرب كما يفعل البعض. أخي الكريم، المرأة لها مكانة، وهي في حقيقة نصف المجتمع وشريكة الرجل في كل شيء.